أصبح رمزا للمقاومة الليبية وأنهك القوات الإيطالية لسنوات طويلة. هو ملهم الفكر الثوري ومناهضة الاستعمار لآلاف الثائرين في المغرب العربي. شخصية هذه الحلقة شخصية أسطورية، رغم أنه لم يكن صحابي أو نبي أو حتى خليفة. استطاع أن ينجو من الأسر ومن الموت مئات المرات. اشتهر عند الجنود بالرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية الإسلامية. حارب الإيطاليين وهو في 50 من عمره، أكثر من 20 سنة. ركز، وهو في 50 من عمره. رسالتي لك صديقي، العمر ليس محدد في العطاء. هو المناضل عمر المختار رحمة الله عليه. سيدي، هل هناك شيء أصنعه لك؟ لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. ولد عمر المختار عام 1862 في قرية جنزور في منطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا. بعد وفاة والده تولى الشيخ حسين القرياني شيخ زاوية جنزور رعايته، وأدخله مدرسة القرآن الكريم بالزاوية وبمعهد الجغبوب لدراسة العلوم الشرعية. هذا التكوين أغناه بثقافة دينية عميقة وبشخصية قيادية عززتها نشأته في الصحراء، حيث خبر القبائل وحروبها وتعلم وسائل فض الخصومات البدوية، ووصف بالمفاوض البارع، إذ نجح في فض الكثير من الخلافات والنزاعات بين القبائل. تربى عمر المختار منذ صغره على مبادئ الدعوة السنوسية ذات المنزع العلمي الجهادي، وحاز ثقة مشايخ الدعوة السنوسية في عام 1897 عندما أسند إليه محمد المهدي السنوسي شيخ الدعوة مشيخة زاوية القصور، ثم أصبح فيما بعد قائدا لمعسكرات السنوسية بالجبل الأخضر. في سنة 1908 دعي للمشاركة في المعارك بين السنوسيين والقوات البريطانية على الحدود الليبية المصرية. وفي 29 شتنبر 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي كانت ليبيا حينذاك جزءا منها، وبدأت السفن الحربية تقصف مدن الساحل الليبي. يومها صار عمر المختار بالعودة إلى زاوية القصور لتنظيم حركة الجهاد ضد الغزاة الإيطاليين، فشارك في معركة السلاوي أواخر 1911. حارب بعدد محدود من المقاومين جيشا استعماريا يفوقه عدة وعددا، استعان بخبرته في أساليب وتكتيكات الحروب الصحراوية ومعرفته بجغرافية المنطقة لتكون له الأفضلية أمام الجنود الإيطاليين. قاد المختار رجاله في عمليات سريعة ينفذون الضربات وينصبون الكمائن ويقطعون المواصلات والإمدادات عن الجيش الإيطالي. أحرج هذا القتال المسؤولين العسكريين الإيطاليين، فأخذت تزحف بجيوشها نحو الجبل الأخضر، وقرروا قطع الإمداد على المجاهدين، فسعوا إلى احتلال الجغبوب ووجهوا إليها حملة كبيرة حتى سقطت وارتكبت مجازر بحق المدنيين والعزل. دفعت مقاومة الليبيين إيطاليا لإعادة النظر في خططها، وعين بادوليو حاكما عسكريا
على ليبيا. تظاهر الأخير برغبته في التفاوض وطلب لقاء عمر المختار. كان الاجتماع سوريا، إذ أدرك المختار أن المفاوضات تطالبه بمغادرة البلاد أو إنهاء الجهاد والاستسلام مقابل أموال وإغراءات، فرفض كل تلك العروض وقرر مواصلة الجهاد حتى النصر أو الشهادة. دفع ذلك إيطاليا إلى تعيين غراتسياني أحد أكثر جنرالات الجيش وحشية ودموية لينفذ حملة إبادة غير مسبوقة. أغلق الحدود المصرية الليبية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر، وأنشأ معتقلات لحشد الأهالي فيها ومنعهم من تقديم الدعم للمقاومة، وحاصر المجاهدين في الجبل الأخضر. ألحق المجاهدون بقيادة عمر المختار بالغزاة هزائم مريرة، فقتلوا مئات الضباط والجنود وخاضوا مئات المعارك في حرب استمرت 20 عاما. ظلت الحرب قائمة بقيادته حتى وقع في الأسر وعقدت محكمة سورية وصدر الحكم بالإعدام شنقا عام 1931. كانت آخر كلمات المختار قبل إعدامه: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.